هي وصلت لمحمد هاني. محمد هاني طبعا الصحفي الزملكاوي المخضرم احمد الخضري طلع بتصريح بعد ما كابتن محمد هاني تولى شارة القيادة لكابتن منتخب مصر. فطلع الخضري بصاعق كهربائي زي ما يكون مسكه وقال هي وصلت لمحمد هاني بقى كابتن مصر. فالدنيا قامت وهاجت وماجت على الخضري وامثاله. احب اقول لك وصلت لمحمد هاني. وماله محمد هاني؟ محمد هاني اللي انتوا لغايه النهارده بتطلعوا عليه اشاعه ان هو ناشئ عشان انتوا لا تملكوا ضوفر من قدم محمد هاني في الزمالك. محمد هاني اللي بتحاولوا بكل الطرق تقللوا منه عشان لاعب محترم وما بيردش على البذاءات. محمد هاني نفسه اللي جمهور الاهلي للاسف بيهاجمه في بعض الاحيان وهو صامت ما بيردش وتركيزه كله في الملعب. محمد هاني اللي من يوم ما طلع وهو 17 سنة كباك يمين حاضر في الملعب ومتواجد في جميع المنتخبات في الفريق الأول في النادي الأهلي. مر على منتخبات ومديرين فنيين كتير جدا في الأهلي، منها المصري ومنها الأجنبي ومنها الجنوب أفريقي، وكان بيلعب أساسي لدرجة إن طلعت إشاعة وقال لك ده بيلعب عشان حسام غالي. فحسام غالي لا رحل ولعب، مع ان دي اكذوبه لا تحدث في الاهلي، ودي تعتبر اهانه كبيره للاهلي. ليه؟ لان الخطيب نفسه لما كان متواجد واسامه حسني متواجد، اسامه حسني كان بيشارك او ما كانش بيشارك رغم تواجد الخطيب. فمش هيجي محمد هاني عشان حسام غالي يشارك، رحل غالي وتواجد هاني. بصوا وفكر ولو مره واحده. شوف كان مدير فني مر على المنتخب، حسام البدري الله يرحمه، ايهاب جلال، حسام حسن دلوقتي، كيروش، كوبر، اجيري، كتير مديرين فنيين، ورغم ان كده حسام هاني متواجد واساسي. اما الحرب الزملكاويه اللي على قدم الخضري دي لا تعتبر شيء، لان هم لا يملكوا ضوفر زي ما قلت من قدم محمد هاني، ومحمد هاني هيتنيه متواجد وكبير. ساعات وبعض الاحيان مستواه بيبقى قليل، ولكن ما فيش غيره، ما فيش احسن منه ظهر. لما كنا بنقول عمر كمال هيعوض محمد هاني ويضغط عليه ويمكن ياخد مكانه، عمر كمال لم يعطي نص اللي كان بيعطيه بره، ما ظهرش في الاهلي. رحنا جبنا احمد عيد، صفقه خسرانه حتى الان في الاهلي. لا احد كان بيحاول يريح محمد هاني الا كريم فؤاد، ربنا يرجعه بالسلامه. وزي ما اتقال وسمعنا ان كريم فؤاد في خلال 10 ايام هيكون في عوده للتدريبات. حتى الاسيوطي اللي كان فيه امل كبير انه يرجع ويبدا يتواجد ويخش يناطح مع محمد هاني ويخبط مع بعض، للاسف ربنا يرجعه بالسلامه اتصاب بالصليبي. فاذا هل تقنعني ان في محمد هاني ومفيش قادر باك يمين في مصر قادر يزحزحه عن مكانه؟ لو قلنا في الاهلي بالمجاملات، طب في المنتخب كلها اشاعات. رد على محمد هاني لاتحاد الكوره ورفع من قيمته ونزل صورته بالكابتن بالشاره في مباراه اسبانيا الاول على العالم. مش هتفرق كتير. اتمنى ان جمهور النادي الاهلي يكون مساند للاعيبه الاهلي في الفتره اللي جايه، لان بدايه الجد ولازم كلنا نبقى في ظهر الاهلي مش زي اي حد. متنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اكتب رساله دعم اكون شاكر لمحمد هاني. السلام عليكم.